امتى اخر مره خرجت مع واحد ناطع؟ وهو بيعمل كده ليه؟ الناطع يا جماعه مش مجرد واحد بخيل، البخيل بيبقى بخيل على نفسه وعلى الناس، لكن الناطع كريم جدا بفلوسك انت. هقول لك ليه. السيزون اللي فات بتاع المشاعر كان مجرد تسخين، خلصنا فحص اللي جوانا ونزلنا نفحص اللي بيحصل فينا. المره دي الصناديق مش بس شايله احاسيس، دي شايله ظواهر بنشوفها كل يوم في الشارع وفي الشغل وفي وشوش اقرب الناس لينا وبنعدي عليها واحنا ساكتين. انا الفحيص وحولت البني ادمين والمواقف بتاعتهم لمنتجات ورجعت عشان افحصهم بجد. اهلا بيكم في السيزون الجديد من الظواهر. الصندوق اللي هنفتحه النهارده هو صندوق النطع المستغل، او لاقي عليه اكتر مصاص دماء العصر الحديث. جمعوا معارفكم واصحابكم في صف واحد وبصوا حواليكم كويس، عشان النهارده احنا مش بس هنفحص، احنا هنفلتر المخزن وننضفه من كل اللي عايشين على قفانا. بس قبل ما نبدا رحبوا معايا بانيس. انيس السيزون ده دخله جد قوي، مربي شنبه ورافع حاجبه وجاهز يواجه الظواهر وقلبه ميت. انيس النهارده هو اللي هيقرر مين يكمل معانا في المخزن ومين اللي هيفرقع بالدبوس في الاخر. سيطر انت، سيطر. الظاهرة دي مش بنت امبارح على فكرة، دي من ايام ما كان جدنا الفحيص لابس جلد نمر وبيشوي ماموث. اول نطع في التاريخ العلم سماه ذا فري لودر. القبائل اللي نجحت هي اللي كانت بتطرد الشخص ده بره الكهف في التلج، واحنا النهارده جايين نرجع لاصول القبيلة بقى. البشر كانوا عايشين في مجموعات صغيرة، البقاء او السرفايفل كان قايم على حاجة اسمها ريسيبريكال الجوريثم او الاثار المتبادل، صعبة بالانجليزي وبالعربي، بس كان معناها انا ساعدك نصطاد الماموث وانت تساعدني نولع النار. بس وسط القبيلة كان دايما في واحد فهلاوي يقعد في الكهف يظبط شعره، ولما الماموث يجي مشوي يطلع يقول لهم والله كنت لسه جاي اساعدكم بس جالي شد عضلي في صباع رجلي الصغير، ويقعد ياكل معاهم. نتكلم شويه عن كتالوج النطاع. النطع مش بيجي بقرون، ده بيجي بابتسامه عريضه وطلب بسيط، لان النطع هو رادار للادب الزياده اللي عندك، بيتعامل مع ممتلكاتك، عربيتك، لبسك، وقتك، كانه ورث جابه من بيت عيلته. والنطاعه موديلاتها كتير، بس تعالوا نمسك كام واحده بقوا لايف ستايل عند ناس حوالينا كتير. نطع الزهايمر المالي، في كل شله بتلاقي من دول واحد وفي اشاعه بتقول ان هم بداوا يبقوا اتنين. ده بقى بيبقى اينشتاين في الحسابات، بس اول ما الويتر ينزل بالشيك بيجيله شلل مؤقت في ايده اليمين ويبدا يدعبس في جيبه ويقول الجمله المصديه: تصدق نسيت المحفظه في البيت؟ ادفع واحنا اخواتها نظبطها بره. وطبعا بره ده في بعد زمني موازي ما بنوصلوش ابدا. او فجاه تجيلها مكالمه من كوكب زحل، او تقوم تدخل الحمام وهو بيكتشف ان محفظته في البنطلون التاني، وده البنطلون الاسطوري اللي ما بيتلبسش. ومش هنساك يا اللي على طول نسيها في العربيه. وفي نقطع السيرفيس، ده اللي بيعتبرك اوبر ببلاش او مكتب استشارات مجاني. يا جامد انت مش مهندس، ما تبص لي على فيشه الثلاجه كده وانت واقف. هو دايما مزنوق وانت دايما المنقذ، بس جرب تطلبه في خطبه يختفي كانه فص ملح وداب. وفي نقطع الديجيتال، افتح لي بس هوت سبوت عايز ابعت رساله ثواني، تفتحه تلاقيه بيعمل ابديت لكل السوفت وير بتاع الموبايل وبينزل فيلم اوبنهايمر 4K على قفاك. وفي نقطع الدراكولا العاطفي، تكلمك الساعه 3 الفجر منهاره، تفضلي تسمعيها لمده 4 ساعات وهي بتشتم في حياتها كلها ومديرها وشغلها، وتيجي انت تاني يوم تتصلي بيها تقولي لها الحقيقه انا حصلت لي مشكله في الكليه او خطيبي سابني، ترد تقول لك يا ساتر المهم ما تنسيش تبعتي لي رقم الصالون وتقفل. ده انا هقول لكم حاجه غريبه جدا، العلماء راقبوا الخفافيش اللي هي بتمص الدم. الخفاش اللي بيشبع بيرجع يتبرع بشويه دم للخفاش اللي ما لقاش اكل عشان ما يموتش، بس لو في خفاش ناطع بياخد دم وما بيديش حد، القطيع كله بيعمل له بلوك وبيسيبوه يموت من الجوع. يعني حتى الخفافيش ما بتقبلش النطاعه، انت قابلها ليه؟ طب الناس دي بتفكر ازاي؟ يعني ليه في حد ممكن يقرر ان هو يعيش عالي على الناس؟ على فكره الناس دي مش عبيطه خالص، هم عندهم حاجه اسمها انتايتلمنت او استحقاقيه اعلى من برج القاهره. مخه متبرمج على استراتيجي بتقول له هو انا ليه اتعب لو في مغفل، قصدي لو في حد شهم تاني ممكن يشيل الليل. الشخص ده وهو صغير غالبا كان في حد بيشيل مكانه كل حاجه. والكارثه ان هم بالفطره بيكون عندهم سنسور بيعرفوا يصطادوا بيه ضحاياهم. يعني هو ما بيروحش الواحد بيجح وراسه ناشفه، هو بينقي الشخص المكسوف المتربي بزياده اللي بيتحرج يقول له لا، عشان النطع بيتغذى على كسوفك يا قمر. عارفه اللي فجاه بتقولك خدي لي صوره من الايفون بتاعك ونزليها عندك واعملي لي تاج؟ النطع برضه هو الشخص الوحيد اللي ممكن يطلب منك سلف وهو لسه ما رجعش اللي فات، ويقول لك معلش اصل اللي فات دخلوا في جمعيه. وسبحان الله دايما بطاريه موبايل 1% لما تطلبه في مصلحه، و100% لما يكون عايز منك مصلحه. ويا سلام بقى لو قلت له تعالى اعزمك هيطلب اغلى حاجه في المنيو، بس لو قلت له تعالى كل واحد يدفع حسابه هيطلب سلطه خضراء ويقعد ينقنق من طبق انت. هو ما بيكونش شايف انه بيستغلك، هو شايف انه بيشغلك، بيستثمر في جدعنتك يا جدع. مش بقول لك النطع ده رادار للادب الزياده؟ طيب ازاي احمي نفسي من الظاهره دي؟ العب معاهم لعبه الصدمه الكهربائيه. في قاعده اسمها قاعده المرايه او الميرورينج. النطع بيكره اي حد يطلب منه حاجه. طلب منك توصيل عشان يريح عربيته زي كل مره، قول له يا ريت والله ما تعدي عليا بكره توصلني الشغل عشان عربيتي عطلانه. هتلاقيه عمل وضع الطيران واختفى.
تاني حاجه شغل العداد الكالكوليتر، بلاش جمله خليها عليا المره دي، قسم الفاتوره بالجنيه، كسر عينه بالارقام، لان النطع بيعيش في المساحه بتاعه الكسوف، لما بتبقى واضح انت بتبوظ له السيستم بتاعه. واخيرا ارمي قنبله اللا، جرب تقول مره لا مش هقدر من غير ما تبرر، لو زعل وقالك ما توقعتهاش منك يا صاحبي قول له ولا انا توقعت انك تفضل راكب على قفايا طول السنين دي، واقفل الباب. واخيرا هل له علاج؟ لو النطع اللي احنا بنتكلم عليه ده غالي عليك، اخ، ابن خاله، صاحب قديم، واجهه بوضوح، قول له انا بحبك بس مش قادر اشيل شيلتك. لكن لو ده نطع عابر العلاج هو انك تختفي، جوستنج. النوع ده مش بيتغير، هو بس بيدور على ضحيه تانية يكون نفسها اطول منك. فالحقيقه المره للاسف ان الاجابه لا، النطاعه دي سيستم جوه الدماغ، هو لو بطل ينطع عليك هيروح ينطع على حد تاني. العلاج مش انك تصلحه، العلاج انك ابتره، لان النطع في حياتك عامل زي الزايده الدوديه، ملهاش لازمه وبتاخد من دمك وممكن تنفجر فيك في اي لحظه، فشالها وانت مطمن. يا صديقي اللي يزعل عشان انت بطلت تخليه يستغلك ده عمره ما كان صاحب، ده كان مستثمر فيك والمشروع قفل. الصحاب هم اللي بيزودوا رصيد نفسيا وماديا ومعنويا، مش بيطرحوه. اللي بيسحب من الرصيد وما بيحطش ده مش صاحب، ده مصروف. لو حسيت انك بعد قعده معينه تعبان ومفلس ومصدع، اعرف انك كنت قاعد مع نطع كبير. في الكومنتات احكوا لنا عن اغرب مواقف نطاعه حصلت معاكم، بس من غير اسماء، بلاش فضايح. خليكم جاهزين عشان الحلقه الجايه هنتكلم عن ظاهره البخل، لان البخيل هو العدو اللدود للنطع. حلقه مليانه بلاوي هنقارن فيها بين اللي بيشفط واللي بيكنز. وانيس النهارده من كتر اللي سمعه ومبقاش مستحمل وطلب مني ان انا افرقعه، بس قبلها حابب يقول لكم ان اللي بيستغلك مره دي غلطته، لكن اللي بيستغلك مرتين دي غلطتك انت. سلام يا انيس.